ما عملنا اللانشون وجاب مليون، وعملنا الجبنه الرومي وجابت 2 مليون، عشان ندلع بودي وام بودي هنعمل مربى التين البرشومي في البيت لسندوتشات المدارس، عشان التلاجة تبقى مقفولة وموجودة من كل نوع يا مرندا. اكسبلوروا لايك ومتابعة، ويلا بينا هنجوم الكوكب نعمل سندوتشات مربى التين في البيت. اول حاجة احنا هنتكلم عن 2 كيلو من التين البرشومي، هجيبهم واحدة واحدة واحطهم على البلانشة، وابتدي ان انا اقطع الزهرة دي وهقطعهم 4 تربع. بعد كده هنحط لكل كيلو ربع كيلو سكر، وعايز اقول لكم ان السكر ده حسب الرغبه، ممكن تقللوه او تزودوه، دي حاجه براحتكم. انا هحط لكل كيلو ربع. بعد ما حطيت السكر هبتدي ان انا اقلبه كويس جدا، وهسيبه في السكر في التلاجة لمده ساعه. شكل التين بعد ساعه من التلاجة، عايز اقول لكم لازم السكر يدوب كويس جدا يا جماعه. اجيب الحله بتاعتي بقى وانزل بالتين. ابتدي ان انا ارفع التين على النار، واول ما يغلي لازم اوطي عليه كويس جدا. عايز اقول لكم حاجه بقى مهمه جدا جدا، من وقت للتاني هتلاقوا التين ده طلع ريم، الريم ده لازم تشيلوه وتتخلصوا منه، عشان خاطر بيبوظ المربى لما بتقعد في التلاجة. ده شكلها تقريبا بعد 30 دقيقه، وقلت لكم لازم نتخلص من الريم اللي هيظهر على الوش كله. بعتدي هجيب ليمونه وهبتدي ان انا اعصرها بالشكل ده كده. اخر خطوه معايا بقى هجيب الهاند بلندر وابتدي ان انا اضربها، ولو انتوا عايزينها تبقى سليمه قوي ممكن ما تضربوهاش، لو عايزين تهرسوها بحاجه غير الهاند بلندر ممكن الهراسه العاديه. انا عايزك تخش بقى على الحلاوه والجمال. بص الروعه، بص الحلاوه، بص القوام، والله العظيم احسن من الجاهزه، وبيتي وعارفه انت حاطه فيها ايه. ودول عملوا تقريبا كيلو ونص، حاجه جامده جدا، حاجه روعه جدا. ما تنسوش المشاركات بقى يا حبايب قلبي يا نجوم الكوكب.